هاي، كيفكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير وصحة وسلامة وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. رمضان كريم علينا يا رب، كل سنة وانتم بخير وصحة وسلامة وسعادة، واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله يكون شهر خير وبركة ومغفرة علينا وعلى كل الأمة المسلمة. كنت جالسة نفس كل سنة اكتب ال5 دعوات اللي ابيها تتحقق وانا ناوية ادعيها في رمضان، فقلت خليني أشارك معاكم الطريقة اللي أنا أسويها لسنوات، وهالطريقة أنا كمان كنت شفت بنت شاركتها ومشيت عليها، والصراحة طريقة مرة جميلة. حلو. فقبل لا أبتدي في الطريقة بليز لا تنسوا حطوا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناة بالضغط على زر الأحمر واكتبوا عليه سبسكرايب واشتراك، انشروا الفيديو مع أصحابكم اللي تحبون لهم الخير. لو عندك أمنية أو عندك شيء تبى تحققه، فهذا الشهر هو أفضل شهر ممكن تستغله عشان تحقق الشيء اللي أنت تحلم فيه، وهالشيء عن طريق شيء بسيط جدا وما حيكلفك ولا أي شيء، واللي هو الدعاء. أنت حتصوم 30 يوم، في كل يوم من ال30 يوم هذه عندك دعوة لا ترد، دعوة الصائم لا ترد. فأنت لا تضيع يوم كامل من الصيام بدون ما تدعي، خصص وقت وخصص دعاء ادعي فيه واطلب اي شيء انت تتمناه، وهالشيء حيتحقق. يعني ما حيجي رمضان القادم الا وانت دعوتك مستجابة. فخليني ادخل لكم على طول في الفيديو واحكي لكم شو الاشياء اللي تسوونها عشان يستجاب دعائكم. اي دعوة انت تتمناها، اي شيء انت بخاطرك فيها مهما كنت شايفها انها مستحيلة، حاول انك تكتبها بطريقة بسيطة على الورق وادعي فيها. انت جالس تدعي رب الكون اللي هو سخر كل هالاشياء واللي هو سوى الحياة كلها، فما في شيء حيكون صعب عليه او مستحيل انه هو يحققها لك. اهم شيء يكون عندك يقين انه ربي حيستجيب لك دعواتك، ولا تستعجل في الدعوة. يعني لا تعتقد انك حتدعي مثلا 1 رمضان و5 رمضان تحصل الدعوة تحققت، ممكن تستوي ممكن لا، فلا تستعجل. يعني لا تقول انا دعيت وما تحقق لي، وفي نفس الوقت لا تدعي وانت عندك شك داخلي انه هل هالشيء حيتحقق او لا. ادعي بكل ايمان وبكل يقين انه الشيء اللي انت تدعي فيه حيجي لا مفر. الطريقة كالتالي: حتاخذوا نوت بوك او ورقة وقلم، واذا ما عندك ورقة وقلم اكتبي على الملاحظة مال الجوال. حلو. حتكتبي من 4 إلى 5 إلى 10 دعوات اللي انت تبي تدعيهم. حلو. اكتبي الدعوات بالترتيب، تاخذوا ورقة وقلم واكتبوا اي دعوة انتم نفسكم فيها، سواء نجاح في الدراسة، نجاح في العمل، وظيفة، سفر، مثلا انجاب للناس اللي ما عندهم اطفال يبون يجيبون اطفال عندهم مشاكل، لو في بنات يبون يتزوجون مثلا ممكن تدعي بالزواج، لو عندك مثلا مشاكل انت حاب انك تفتك منها، اي شيء تخطر في بالك. لو انت تبى تدعي، لو انت مثلا مريض وتبى تدعي انه ربي يشفيك، اي دعوة انتو تتمنونها، اي شيء انتو نفسكم فيه، لو نفسكم في بيت، لو نفسكم في اي شيء. حلو. حتكتبوا الدعوات بالترتيب في ورقة وقلم، بعدين حتدعوا في كل صلاة، يعني كل الصلوات اللي انتو تصلونها بعد ما تسلموا من الصلاة تدعوا الدعوات اللي انتو اوريدي مجهزينها. لكن في وقتين مميزين لاستجابة الدعاء في شهر رمضان. أول وقت واللي هو بعد الإفطار، حديث صحيح يقول: للصائم دعوة لا ترد أبدا. يعني لما يأذن المغرب تكسروا صيامكم، شق من التمرة، كاس من الماء، بعدين تجلسي أو تجلس وتدعي بالدعاوي اللي أنت مجهزها. تاني وقت كمان مرة ممتاز انكم تدعوا فيه في رمضان، وهو وقت السحر او وقت قيام الليل، الثلث الاخير، يعني تقريبا قبل 2 ساعات من اذان الفجر. ممكن تروحوا تصلوا 4 5 7 11 ركعة القيام. بعد ما تخلص من الصلاة تجلس وتاخذ لك مثلا نص ساعة نفس الشيء، ثم تطلب الدعوات اللي انت تبيها. تستمر على هذا الوضع طوال شهر رمضان، يعني من أول رمضان إلى آخر رمضان.
حتى اذا وحده حتحكي لي ندى طيب لما تجيني الدوره ايش اسوي؟ عادي، حتى لو جاتك الدوره استمري في الدعاء. انت فقط حتتوقفي عن الصلاه، ممكن تستمري انك تقراي قران من تليفونك واستمري في الدعوات، لا توقفينها ولا يوم. صدقيني ما حيجي رمضان القادم الا وانت محققه اكبر جزء من الدعوات هذه او كلها حتتحقق. كمان جنب ما انكم تدعوا لنفسكم ممكن تدعوا لناس تانية، ممكن تدعي مثلا صديقتك، اختك، بنت خالتك، بنت جيرانكم، مثلا اي شيء انت نفسك فيه. مثلا تعرفي انه في بنت تانية بعد هي تبيها الشيء نفسه، ممكن تدعي مع فلانة، يعني تقول مثلا انت تبين تتوظفين فيا ربي وظفي فلانة، وادعي لنفسك وادعي لها. ليش؟ لانه احنا كلنا لنا ملاك على اليمين يقول ولك بالمثل، فانت لما تدعي مع احد بشيء الملاك اللي عندك حيدعي لك انت كمان بنفس الشيء. ادعوا لنفسكم وادعوا للناس اللي معاكم، لا تكونون انانيين، عادي ادعي. الدعوة الحلوة بتنقسم قسمين، شق لك وشق لغيرك. وحتى الدعوة السيئة ترى اذا دعيتي بشيء سيء تنقسم لك وتنقسم لغيرك. فحاولوا انه القلب هذا يكون ابيض خالص، ادعوا بالشيء الحلو لك ولغيرك. طبعا من شروط استجابة الدعاء انه ما يكون مالك من حرام، وانك ما تدعي بمعصية، يعني ما تدعي شيء ويكون فيه معصية لله. ولازم تدعو بيقين، يعني لا تقول انا دعيت السنة اللي فاتت وما استجيب، لا تقولوا هذا الشيء. ولا انت تجلس تدعي مثلا ويجي الشيطان يوسوس لك هذا الشيء مستحيل، انت تضحك على نفسك مثلا، انت من صدقك انت جالس تدعي هالدعوة مستحيل، هو يكون بس الشيطان جالس يضحك عليك. فلا تسمع لهالاشياء، استغفر ربي والعن الشيطان واستمر في دعائك. ولا تستعجل استجابة الدعاء، تدعي في المغرب وتنتظر الدعوة تنقبل في العشاء، واذا ما انقبلت في العشاء تقول أنا دعيت وما استجاب لي، أو ليش تأخر الاستجابة. ادعوا بقلب خالص بيقين في الله، أنتم مؤمنين إنه ربي حيعطيكم هذا الشيء، لكن لا تنتظروا الوقت، لا تنتظروا متى بيستجاب لي، ليش دعوتي والله لسه ما تأخرت. عيب، تأدبوا مع الله. ادعي الشيء اللي أنت تبيه، حط النقاط اللي أنت تبيها وادعي فيها وخلاص، بقلب خالص بيقين تام في الله انه هالشيء حيتحقق، لكن بدون خلاص ادعي وانساها، لا تجلس تدور وراها. اقسم بالله اذا سويتوا هالشيء ما يجي رمضان القادم الا وانتم حقين 90% من دعواتكم. واهم شيء الاصرار ثم الاصرار ثم الاصرار. صروا ولحوا على دعائكم طوال شهر رمضان، يعني لا تكسلوا يوم ويوم، لا تكسلي لما تجيك الدورة، عادي خدي نوت بوك او خدي الملاحظة في جوالك واقرأي الدعاء، انت ما راح تخسري شيء. استمروا على الدعاء من اول رمضان لنهاية رمضان، نفس ما قلت وقت السحر ووقت الفطور. طريقة الدعاء انا حقرأ لكم الدعاء وممكن اكتبها لكم في الخانة تحت عشان لا تتعبوا. اوكي، انا اعرفكم انكم كسولين شوية فحكتب لكم الدعاء من عيوني. اول شيء صلوا على النبي كتر ما تقدرون، 10 مرات، 5 مرات، 100 مرة، مرة واحدة على حسب قدرتكم. بعدها تستغفروا الله نفس الشيء على قدر المستطاع، يعني استغفر الله واتوب اليه، او استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، على كثر اللي انتم تقدرون. بعدها حتبتدي الثناء على الله، هعطيكم فقرة الثناء وانتم بعدها بس ضيفوا الادعية اللي انتم تبونها. اللهم اني اسألك ان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به استجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم بعدين تكتب الدعوات ال4 أو ال5 أو ال6 اللي أنت كتبتهم على خاطرك. حلو. وبعد ما تخلصي الدعوات اللي انت كتبتيها حتقولي اللهم إن آخر دعاءنا الحمد لله رب العالمين، وترجعي تصلي مرة تانية على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بس هذه هي الأشياء اللي انت محتاجة تسوينها عشان تحققي كل أحلامك، كل الأشياء اللي انت تتمنينها،
وعشان دعائك يستجاب. الدعاء في السحر والدعاء أول الإفطار، هذا الشيء اللي أسويه كل رمضان. هذا الفيديو أعتبره صدقة جارية عن روحي وعن نفسي، حبيت إني أشاركه معاكم. أتمنى إنه كل الناس اللي تشوفني إن دعائها يتحقق إن شاء الله، ربي يحقق لنا أمنياتنا أجمعين. وبس أتمنى إني أكون فتكم، ونفس ما قلت رمضان كريم علينا كلنا يا رب، وإن شاء الله كل أمنياتكم تتحقق وتستجاب.